يعني انت عايزاني اقول لك المقطع بتاع مين يا اخويا؟ عيد ميلادك والله خلفت وعلفت، وانت اطول مني عايز عيد ميلاد؟ امشيات في اعداديه ولسه بتفكر يا شحط في عيد ميلاد؟ روح لابوك كلمه في الشغل، قول له وانت جاي عدي هات لي نفاخه، عارفه النفاخه؟ عدي هات لي نفاخه، شوف العيال لما تكبر تتملي مساخه. ثم اصلا ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ ايه اللي خلى يوم ميلادك اسمه عيد؟ يكشي فاكر يوم ميلادك اختفت نار المجوس، ولا حد قال لك ان لقينا يومها شوال فلوس؟ ده احنا كان العيش يا دوبك والغموس، كنا مش لاقيين نجيب لك هدمتين. ايه هذه السعادة اللي انت فيها دي؟ جايك منين؟ ده احنا افجر فترة عشناها في حياتنا حملي بيه. كانت البلد ولا فيها زيت ولا فيها سكر، والجو بيننا وبين كل العرب كان شان وعكر، والسادات كان كل يوم شدوا الحزام شدوا الحزام، والإعارات اللي كانت في الخليج رجعوا لنا تاني، والجنيه ما بقاش يجيب ولا جوز حمام ولا نص ضاني، كنا دايرين نستلف من القريب ومن البعيد، خليته عيد. بس عارف لما قالوا جه ولد ظهري اتسند، رغم اني كنت مخلفة قبلك بنات، كنت انت بكري، ابوك حريمه كلهم جابوا الولاد بدري، وجدتك في غياب ابوك كانت تلقح بالكلام، وانا طبعا اهري، وحتى لو ما قالتش حاجة احنا ستات اوعر كلام بنقوله بسكات. ما كانش ابوك يعرف يا ولدي انهم سموني بينهم ام البنات، وما كنتش اعرف حظي الاخبر ان خلفة الولاد هتجيب لي نقطع يقول لي عايز عيد ميلاد. عيد ميلاد؟ اسمع يا ولدي، اسمع وركز في الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتفل بعيد ميلاده زيك تمام. ازاي بقى؟ بالصيام. بالصيام يعني انت بكره تجيني صايم، عيد ميلادك يعني تقوى مش جاتوه باتوه وعزايم. ولا اقول لابوك على الدرجتين اللي نكسوا في التاريخ، اقول لابوك على الدرجتين اللي نكسوا في التاريخ. عايز تعلق نفخات اجيب لك النفيخ، خش ذاكر خش ذاكر. ايوه وتنغوج وخبط في البيبان، هو يعني ابوك مسافر بس يجي وكل ده هيوصل له حاضر. تاني يوم الصبح وانا نازل ورايح المدرسه لقيت على السفره كيكه مقطعه ومكيسه، قالت لي خد طفح صحابك، انتوا جيل العيد ميلاد، جيل ما يعرفش الخشة. قول لي صح، انت نمت الساعه كام؟ شكلك ما صليتش العشاء. الله يرحمه.